يلتحق الطفل خليل بجامعة البليدة ومركز تعليم اللغات، وهو لا يتجاوز 10 سنوات بعد إتقانه للغة الألمانية منذ أن كان عمره 3 سنوات دون أن يتلقى أي تكوين. طفل في عمره 10 سنين يقرأ في الجامعة، ما أمنتوش. كنت نعرف نقراها ونعرف نهدرها، وكنتش نعرف نكتبها. دوكا كان في الجامعة بديت نتعلم شوية الكتيبة، نحب نطور الإمكانيات تاعي. الطفل خليل تفوق بعصاميته على جميع زملائه في هذا القسم الجامعي، وأمام انبهارهم لا يتقن اللغة فقط بل يصحح أخطاءهم أيضا. أنا أول مرة شفته معنا في القسم تفاجأت من صغر سنه. أغلب اللي حاضرين هنا طلبة جامعيين، فتفاجأت من حضوره معنا، قلت بالك هو ابن الأستاذة ولا جبته معها. فلما بدأنا دروس اللغة الألمانية كان متفوق علينا دائما، مستوى تاعه متفوق. هذا الظاهرة عندها تفسير علمي في اللسانيات، حيث أن الإنسان الطفل الصغير لما يزيد، اللغة ليست من الأشياء اللي نورثوها من عند الآباء. القدرات تاعو المتفوقة في الفهم والحفظ السريع، هذا واش ساعده أنه يتفوق في اللغة الألمانية في سن صغير. يعني قادر لو كان جبنا طفل واحد آخر اللي أقل قدرات ما راحش يكون متفوق بهذه القدرات اللي متفوق بها هو. رافقنا خليل لقريته النائية الفقيرة المعزولة للتعرف على البيئة الأولى التي نشأ وتعلم فيها رفقة والديه الأميين والمصابين بمرض مزمن. كنت نتفرج غير الألمانية، عربية كاع ما نتفرجهاش، غير في الدار نهضر معاهم بالعربية، قناة نتفرج غير قنوات الألمانية. خليل أخذ من التلفزيون معلمه الوحيد ومن والدته ملهمته الأولى لتطوير قدراته وتحقيق حلمهما. نحب كي نكبر نولي طبيب تاع عظام ونروح نكمل قرايتي في الألمان باش ندير ماما، خاطرش هنا في الجزائر ما لقاوش الدو تاعها. انا فقت له كي كان صغير باش كان نقص التلفزيون، هو يقول لي ماما زيدي له، انا دايره ما يفهمش، نقول نقص له، لا يشوف تجيب لي ربي يشوف غير تصاور برك، ومن بعد هو يروح يزيد له ومن بعد انا قلت لباباه وقيلا راه يفهم. رغم فقر الحال ومرض والديه وغياب أي محفزات للتعلم في هذه القرية، يقضي خليل جل أوقاته ولحظات لعبه ولهوه في تطوير مهاراته اللغوية ومعارفه. Ich war heute bei der Fernsehshow حرة und ich grüße Sie. من أرجحات هذه القرية النائية تمكن الطفل خليل من اكتشاف مهاراته اللغوية وقدراته للتعلم عصاميا في هذه البيئة المعزولة، على أمل أن تغير أرجحات الحياة وتطور مساره مستقبلا ليحقق حلمه في علاج والدته. زين العابدين جبارة من قرية حمام الوان البليدة غربي الجزائر.